رغم ان المسؤولين السوريين حتى ما شكروش مصر على استضافة السوريين 14 سنة، وحتى مش المسؤولين بس، السوريين نفسهم ما بيشكروش مصر على اللي عملته، بيقول لك عملتوا ايه وسويتوا لنا ايه. مع ذلك مصر عملت 3 شهور ان هم يرفعوا عنهم الغرامات اللي قاعد بقى له 14 سنة وعليه فلوس قد كده للدولة. قالوا ما هنرفع عنهم الغرامات بان هم ايه، على اساس ان هم هيرجعوا يمشوا يرجعوا على بلدهم. طيب في بقى لقينا ايه الحوارات بتاعتهم، ان هم عايزين يعملوا اقامات دراسيه، وبيتكلموا مع بعض ان هم يعملوا اقامات دراسيه قبل ما يمشوا، بحيث ان هم بعد ما يمشوا يروحوا يقضوا الاجازه في سوريا، يرجعوا بقى تاني على الدراسه بعد ما يكون اسقطت من عليهم الغرامات. انا بطالب الدوله بان اللي تسقط عليه الغرامات يتحط كده على الجواز بتاعه، يتختم ان هو ما يدخلش مصر الا لو دخل تاني مصر يدفع الغرامات اللي عليه، وده يبقى شرط اساسي لدخوله مصر. لان هم مش هو ضحك على الدقون بقى، وهنمشي ونرجع تاني بقى نقضي الاجازه ونرجع لكم تاني. فيا ريت بقى لان دي فلوس الشعب، وان دوت مال عام، فما ينفعش ان احنا نوزعه على كل الجنسيات وعلى كل الدول، والناس اللي قاعده المصريين مش لاقيين. يعني ده حتى ما يرضيش ربنا. يا ريت نفكر في الجزئيه ديت، وما نخليش بقى ان هم كمان يضحكوا علينا. مش كفايه ضحكوا علينا قعد 14 سنه، هيضحكوا علينا ويقولوا اه احنا ماشيين ويرجعوا لنا تاني.